بسم الله، سلام للجميع، وكنتمنى انكم تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم تتشاهدوا في وصفتي لكم اليوم. حبيت نبدا ونجيب لكم وصفه من وصفات الغير المعتمده بالعاده والجديد. اليوم جبت لكم كيكه سنيكرز، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت وبطريقتي البسيطه والمختصره غنقدمها لكم. وبلا ما نطول عليكم نبداو الوصفه. قبل ما نبداو الوصفه فانا شيماء، لو كنتي اول مره تزور او تزوري القناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو عفوا، وما تبخلوش علينا بالتعليقات. وباش نختصروا اكثر في المكونات الكيك جميعها غنوضعها بالخلاط الكهربائي او بالميكسور كما استخدمت انايا، اي الهاند بلندر بالانجليش. ضفت بالاول كأس ديال الحليب وغنضيف ليه نصف كأس ديال الزيت، وعندي كذلك ثلاث بيضات اللي غنضيف ليهم معلقه صغيره ديال نكهه الفاني على قبل الزفار ديال البيض، وغنخلط كل المكونات السائله مع بعضها. وغنحتاج للمكونات الجافه تقريبا 2 كيسان الا ربع ديال الدقيق، اي نوعيه ديال الدقيق يكون ممتاز. وعندي ايضا في المكونات الجافه 2 المعالق ممسوحين ديال البيكينغ باودر، اي خميره الحلويات، ولا غنضيف عليهم كذلك ربع كأس ديال الكاكاو المر، وكذلك رشه ديال الملح. وغنختمها ب2 المعالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان، نسكافيه او اي ماركه ثانيه اللي تزيد واحد الطعم مختلف مع طعم ديال الكاكاو ديال الشوكولا. وغنخلط كل المكونات مع بعض سواء بالمضرب اليدوي او حتى يمكن لكم تستخدموا الخلاط الكهربائي في هذا الاثناء هذا، وتخلطوا كل المكونات مع بعضها ديال الكيك. بعد ما جهزت الكيك وصار ناعم وصارت ناعمه كل المكونات ومتجانسه مع بعضها، فانا اخترت هاد العلب ديال الكيك اللي تدخل للفرن وتستحمل الحراره، وفي نفس الوقت من الممكن لنا ان نحضروا فيها الكيك وناخذوه معنا لاي مكان وبكل سهوله، كضيوف مثلا او حتى موظفين في العمل، وكذلك للرحلات. اولا ماشي بالضروري الا ما توفرتوش على هاد العلب ديال الكيك فيمكن لكم تستخدموا صينيه واحده من صواني ديال الكيك بحجم عائلي وغتحصلوا على نفس النتيجه ديال الوصفه. ما غنوضعش هاد العلب مباشره في الفرن، غنوضعهم بصينيه صينيه ديال الفرن، وغنخليهم وغنوضعهم على فرن ديال 180 درجه. انا تنشغل الرف اللي بالاسفل فقط، وغنخليهم لمده ديال 25 دقيقه. تنقلب الكيك بالعود ديال الاسنان، فلا طلع نضيفه الكيك طرا جاهز للاستعمال، وغنثقبوا كذا ثقوب، وغنبدا نسقيو. هاد الخطوه اختياريه بالنسبه للناس اللي بغاو يستغناو عليها، فيمكن لكم تستغناو عليها. وعلى فكره انا الكيك هنايا انا قلبته على الجزء الثاني. وبالنسبه للكراميل فانا غناخذ 2 كيسان ديال السكر اللي غنوضعهم في حله تكون تستالس بهذا الشكل هذا باش ما تحرقش ليا السكر، وغنوضعهم على نار هاديه حتى يذوب السكر بشكل كامل ويتكرمل.
ومباشرة اول ما تيذوب السكر ويتحول للكراميل غنضيف كأس ديال الماء، ويفضل انه يكون دافئ. وعندي كذلك 2 كيسان ديال الحليب اللي ضفت لكل كأس فيهم ملعقة كبيرة ديال النشا وخلطتهم على البارد، اللي غنضيفهم الخليط ديال الكراميل وغنحركهم حتى تيتجانسوا مع بعض ويتقال الخليط. وقبل الخطوة الأخيرة عندي كذلك 5 المعالق ديال الزبدة اللي غنضيفها للكراميل. واخر جزء عندي الفول السوداني المحمص، خديته حمصته في الفرن، عندي تقريبا 250 غرام اللي غنضيفها مباشرة للكراميل. واول ما تنضيف الفول السوداني مباشره تنطفيه على الغاز، ما تنخليش على النار مده طويله، وعلى طول غنضيفو للكيك وغنحطو ومباشره يعني تنخليها حتى تتبرد ونوضعها بالثلاجه لمده تقريبا ساعه او ساعتين. فانا كنت مستعجله عليها وما خليتهاش المده الكافيه في الثلاجه. وبما انه سنيكرز معروف بالقرمشه ديال الفول السوداني والميكس ديال الكراميل والشوكولا، خديت قطعه ديال الشوكولا وذوبتها للتزيين، وكذلك غنضيف صوص ديال الكراميل من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال وصفتي لكم اليوم، وصفه مختلفه وفي نفس الوقت بسيطه، تقدموها لضيوفكم او حتى تفرحوا بها وليداتكم. وبصحة وراحة لكم من غير يجرب الوصفة. الى الفيديو القادم ان شاء الله، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، وما تنسوش تدعموني باللي لايك للفيديو. والى اول مرة تزور او تزوري القناة فانا شيماء، ما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.